معلمنا لوقا البشير إصحاح رقم 1. إصحاح رقم 1. الإصحاح ده بيتجسم على الأربع أحاد بتوع كيهك، يعني حتة منه في الحد الأول، حتة التانية في الحد التاني، حتة تالتة في الحد التالت، حتة الرابعة في الحد الرابع. تمام؟ إنجيل ماري معلمنا لوقا البشير إصحاح رقم، عايزين نعلي صوتنا، إصحاح رقم الرجالة، إصحاح رقم البنات، إصحاح رقم إيه ده، شدوا حيلكم شوية. إصحاح رقم 1 آية 28. آية صوت أعلى، آية بتقول إيه؟ فدخل إليها الملاك وقال، مع بعض، فدخل إليها الملاك وقال، بصوت أعلى، فدخل إليها الملاك وقال، قال إيه؟ السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك. تاني، السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء. نقولها مع بعض. فدخل إليها الملاك وقال، السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء. تمام. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. هنتكلم في حتة إن الملاك قال لها الرب معك. مين شاعر في حياته إن الله معاه؟ يرفع إيده كده. مين حاسس في حياته إن الله معاه؟ مين في مواقف في حياته تقول إنه فعلا ربنا معايا؟ طيب، هنتكلم في 3 نقط صغيرين. نبتدي السنة الجديدة ديت وإحنا حاطين شعار لينا كده إن ربنا بيقول لك وبيقول لك، أو على لسان الملاك بيقول لك الرب إيه؟ معك، والرب معك، زي ما قال لمين؟ للست العذراء. ربنا بيبقى معانا في إمتى يعني؟ مين قال؟ في كل وقت. برافو عليك. تعالي خدي 5 جنيه وخلاص. دي طلعت 10 دقيقة وخلاص. تعالي. مبروك. دي العيدية، ماشي؟ ما تسألنيش على العيدية غير السنة الجاية. صح؟ أيوه صح. ليلة رأس السنة وليلة العيد والعيد نفسه. تمام. ربنا معانا فين؟ في كل وقت. رقم 1 قولوا معايا، ربنا معانا في كل وقت. ربنا معانا في كل وقت. إيه الدليل على كده؟ آية بتقول في إنجيل ماري معلمنا متى إصحاح 28 بتقول إيه؟ ها أنا معكم كل وإلى انقضاء الدهر. فربنا معانا في كل وقت، كل الأيام. طيب، بيقول لنا برضه في سفر الأعمال كده، لأني أنا معك لا يقع بك أحد يؤذيك. تعالوا نشوف كده تاني الآية دي بتقول لأني أنا معك لا يقع بك أحد ليؤذيك. يعني هل يقدر حد يؤذيني؟ أيوة ولا لا؟ من الناحية الروحية ما يقدرش يأذينا، ومن الناحية الجسدية ممكن نتأذي بس بسماح من مين؟ من الله. يعني لو بصينا على الشهداء وشفنا العذابات بتاعتهم، مأذيين ولا لا؟ جسديا أيوة. ممكن نسمع؟ جسديا لا، لكن يقول لنا الكتاب كده، سوري، جسديا أيوة لكن روحيا لا. يقول لنا الكتاب عن الشهداء دول إيه؟ أو عن الاضطهاد، أو عن العذابات أو الآلام اللي بينالها الإنسان المسيحي لأنه مسيحي، مش عشان هو عمل غلط يعني. يقول إن هم ليهم سلطان إن هم يعملوا إيه؟ يأذوا إيه؟ الجسد. لكن بعد ما الروح والروح في الجسد يقدروا يأذوا أي إنسان، يقولوا لا أنت تخش السماء وأنت تخش الجحيم؟ لا، ما لهمش سلطان بعد الجسد. طيب، آية تانية
ان ربنا معانا في كل الاوجات. في اشعياء 41:10 يقول كده ايه؟ لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. شوفوا الدعم اللي ربنا بيديه لكل واحد فينا. يبقى رقم واحد ربنا معانا في كل الايام او في كل وقت. يا شباب رقم واحد ربنا معانا في كل الايام وكل وقت. رقم 2 عشان ما اطولش عليكم، ربنا معانا حتى في وسط الازمات. يعني انتوا داخلين على امتحانات، واحيانا ما بنبقاش مذاكرين كويس، واحيانا ما بنبقاش امناء، صح؟ احيانا كتير يعني. لكن تلاقوا في دعم من ربنا وهو معاك، حتى ولو وقت قليل اللي انت قدمته لربنا، لكن ربنا يقدم ايه؟ مباركه في الوقت دوت. تعالوا اقول لكم كده في سفر المزامير يقول ايه؟ ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. لما تخش في ضيقه تلاقي ربنا ايه؟ معاك. طيب يقول لنا برضه في سفر المزامير انت ستر لي من الضيق تحفظني. نقولها مع بعض، انت ستر لي من الضيق احفظك. تمام؟ في مزمور 26 يقول كده الله لنا ملجأ وقوة عونا فين؟ في الضيقات. يبقى ربنا معانا في كل وقت. ربنا معانا في ايه؟ في الضيقات. تعالوا كده نحفظ يعني حته كده من ترنيمه اعتقد معظمنا حافظها. الترنيمه بتقول ايه؟ سبحوا لإلهنا الحي. حد عارفها؟ اللي عارفها يرفع ايده كده. تمام. نقول الكلمات بسرعه ونختم باخر حته. سبحوا لإلهنا الحي. سبحوا لإلهنا صوت عالي. سبحوا لإلهنا الحي. سبحوا لإلهنا الحي. قولوا له وعدت وقلت انا جاي. قولوا له وعدت وقلت انا جاي. تتركنا يا ربي بس ازاي؟ تتركنا يا ربي بس ازاي؟ انا واثق ان انت معانا. انا واثق ان انت معانا. سبحوا لإلهنا الحي. قولوا له وقلت انا جاي. تتركنا يا ربي بس ازاي؟ انا واثق ان انت معانا. طيب دي اللي هي معانا. طب تعالوا ناخد واحده تانية حته زيها معانا في الضيق، يعني عشان احنا قلنا معانا في كل الاوقات ومعانا ايه؟ في الضيقات. بتقول ايه؟ او البيت بتاع الضيقات ده بيقول ايه؟ معانا في الضيق والاضطهاد تحمينا يا رب العباد. ده كل شيء عندك بميعاد. انا واثق ان البيت الثاني معانا في وقت في الضيق والاضطهاد تحمينا يا رب العباد. ده كل شيء عندك بميعاد. نقولها مع بعض. متهيألي يعني ايه بنكتبها صح؟ طيب معانا في الضيق والاضطهاد. صوت عالي. معانا في الضيق والاضطهاد تحمينا يا رب العباد. ده كل شيء عندك بميعاد. نقول البيت ده معانا في الضيق والاضطهاد تحمينا يا رب العباد. ده كل شيء عندك بميعاد. انا واثق. طيب اخر حاجه معانا فين؟ معانا في ملكوت السماوات. يعني احنا قلنا ربنا معانا في كل ايه؟ وقت. وربنا معانا في ايه؟ في الضيقات. هيبقى معانا بعد كده فين؟ في السماء. يعني هيبقى معانا لما هو معانا في الارض. لما نروح السماء نلاقي مين فوق؟ ربنا. يقول لنا كده حيث اكون انا تكونون انتم. نقول مع بعض حيث اكون انا تكونون انتم.
ويقول السيد المسيح لما جه يصعد قال كده: ها أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت آتي وأخذكم، حيث أكون أنا تكونون أنتم. آخر حاجة يقول في يوحنا 14 كده إنه في بيت أبي منازل كثيرة. لمين؟ لينا احنا. يبقى ربنا معانا فين؟ في كل الأوقات. ومعانا فين؟ في الضيقات. ومعانا فين؟ في السماوات. 3 بنفس الوزن. معانا في كل الأوقات، ومعانا في الضيقات، ومعانا في ملكوت السماوات. كتبتها بنات؟ التاني ماشي. تعالوا نقول البيت ده وكفايه على كده. يعني السبيلنج مفيش مشكله، مش مهم، عادي احنا عارفينها يعني. معنا في الضيق والاضطهاد يا رب العباد، ده كل شيء عندك بمعك، أنا واثق إن أنت معانا. هنبتدي بقى السنة الجديدة بشعار كده اسمه إيه؟ أنا واثق إن أنت معانا في أي وقت. ربنا معانا حتى وأنا بعمل خطية، أيوه. ليه؟ لأنه روح الله، أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيه، فروح ربنا فيا. بس إحنا وإحنا بنعمل خطية بنحزن روح الله. كل سنة وأنتم طيبين، وعايزين نمشي 2025 بشعار كده إن إيه؟ أنا واثق إن أنت معانا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. كل